السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. عايزين تشوفوا بقى المائدة الحلوة ديت احنا عاملينها ازاي؟ تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله وصلى على الرسول. انا اول حاجة جبت، بصوا بقى حلوين معايا، ايه ركزوا كده معايا. كان يوم النهاردة تعب جدا جدا، لان اول مرة اعمل الحاجة يعني انا على طول بجهز لها من بالليل. انا طقت في دماغي الساعة 11 اللي انا اعمل محشي يا جماعة، وانا اللي تعبت في الاخر. بصوا، انا جبت الحله ديت اهو كده زي ما انتم شايفين، حطيت معلقتين سمنه على معلقه زيت، دي التسبيكه. وهقوم جايبه اربع خمس بصلات كده حلوين كده، هحطهم في السمنه، تمام. وبعد كده هديهم ايه تشويحه لحد ما يبقوا حمر كده وحلوين، يعني يبقوا ايه، اللي بيبقوا تبقى دبلانه، يعني دبلت كده اللون الذهبي الحلو بتاعنا ده. اهو تهديها اهي، شفتوا بقت عامله ازاي. وهنزل عليها بمكعبين مرق الدجاج اللي هو بطعم اللحمه. المرق الدجاج ديت عباره عن ايه، بصوا توابل، هي توابل وبحطها بتدي نكهه حلوه قوي للاكل. انا اديتهم تشويحه حلوه لحد ما ادوني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بالطماطم بتاعتي طبعا ضربها في الخلاط زي ما كده اهو بالظبط. تمام، برضو انا مش عارفه معاكم اهو في الفيديو، انا مش عارفه ايه اللي خلاني الساعه 11 كله بصوا بقى تسبيكه وتقطيع كرنب. وبصوا كنت اصلا قلت لهم ايه، انا هعمل بس كرنب، بس هو بس كرنب. الرز فاض، قلت ايه ده، طب انا هعمل ايه، خلاص هطلع طبق ورق عنب احشيه. الرز فاض، طب ايه ده هعمل ايه، عندي كيسه فيها بومبار، طلعتها. كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا بجد يعني. الحمد لله متغديني الساعه 6، بس الاكل كان سكر، كان عاوزكوا كده عاوزكوا. بصوا بقى انا بسبك كده اهو، واديها تقليبه حلوه واركنها خلاص كده، دورها ايه، خلص معانا. حله كبيره قوي دي، الحلل دي ايه، نفعاني. طبعا دي حله الكرنب. طبعا جبتها ورحت حطيت الكرنبه، بس الكرنبه بعيده عنكم بعافيه، مش فاهمه، مش فاهماه، ما عجبتنيش، ما دخلتش دماغي. كانت متهربده خالص وما طلعتش ورق كتير. فدي ضايقتني يعني، عشان كده الرز فاض. على العموم انا كده اهو، بصوا سلقته، الكرنب ما بياخدش حاجه، هي بالظبط من دقيقه بالظبط وطلعيه، لان كده كده البخار بيسويه منه في نفسه، لما بتطلعيه طبعا مش هتعمليه في ساعتها. بصوا بقى بقول لكم هنا ايه رايكم، قطعنا قطعنا المحشي. شفتوا السرعه. يا ريتها كان كده بالسرعه دي. ادي بص بقول لكم هنا اهو، اديني اهو بوريكم. بلف بقول لكم ايه، سرعه، مش عايزه اقول لكم ده اخد مني قد ايه قد ايه. كانت الورقه دي اصلا دايبه جدا جدا جدا، فكنت بعمل بالراحه لانها كانت دايبه قوي. مش بقول لكم الكرومبه مش عاجباني. اهو بوريكم كمان واحده، كل ده بقى كنت واقفه واقوم ايه، بصوا بقى انا باجي في الحله، بقوم جايه بقى وحاطه ايه، حاطه، مش عارفه الحته دي ما جاتش ليه، انا مصورها لكم بس مش عارفه ما جاتش ليه. ما علينا، بجيب الحله واحط فيها بصلايه على طماطمايه على قرن فلفل على العروق بتاعه الكرنب ديت، واحطها كده في قعر الحله، واقوم حاطه مبهراها بقى، رشه ملح على رشه كمون على رشه فلفل اسود، عشان البهارات دي تطلع على الايه، على المحشي بتاعنا. انا كده تمام. شفتوا يا جماعه، شفتوا يا جماعه السرعه اللي انا فيها ديت. بقول لكم ادي المحشي وادي البمبار هناك وادي والعرب كان جامد. ودي الشوربه بتاعتي، كل ده يا جماعه انا عاملاه الساعه 11، الساعه 11 هنا بقى، كانت الساعه 3 ونص كده 4. دي الشوربه بتاعتي وده المحشي. الكرنبه كانت مضايقاني جدا لانها كانت كبيره بس مهربده، بس عشان كده الحمد لله الحمد لله. وادي الورق عنب بتاعي اهوت. بصوا يا جماعه الشوربه بتحطوها لحد، يعني يا دوبك تخلي بس ايه السطر الاولاني مش باين. وقمت جايه بقى هنا، كان عندي صلصه اللي هي بتاعه التسبيكه، قمت حطها على الوش. وايه بصوا بتفردوها كده، بتدي لون كده احمر، وبتخلي المحشي بتاعك بيبقى جامد جدا. سيبوا حته من التسبيكه عشان تحطوها. وقمت جايبه هنا الطبق بتاعي اللي انتوا شايفينه ده، لازم الطبق هو بيخليكيش الصوابع تفض خالص خالص خالص، ودوت اهو. هجيب الطبق واحطه. بصوا انا هرجع لكم تاني بالحله دلوقتي عشان نسيت احط الليمون او شفتوا، نسيت احط الليمون، فبقول لكم نسيت احط الليمون اهو. هرص بقى الليمون، ورق عنب يعني عصرة ليمون، يعني ليمون كده على الوش. حاجة
كان جامد. يعني تسلم ايدي، تسلم ايدي يا جماعه. اهو، بصوا الميه ما تخليش السطر الاولاني يبقى باين، لا، انا بخليه شويه بيبقى شفاف شويه. اهو بقولكوا كده تمام. تمام. ونيجي البومبار بتاعي، انا حاطه الميه بتاعته على النار. ادي هنا بقولكوا ديت، جبت بقى البريم بتاعي، كنت بعمل الشوربه. حطيت حبه شوربه، واقوم احط فيها مكعب مرق دجاج زي ما انتوا شايفين كده اهو، وحطيت عليها معلقه توم، وهقلب، واقوم حاطه عليها رشه كزبره. كزبره ناشفه اللي هي اللي هنحطها في التقليه ديت. وهتقلبي بقى يا ست الكل، هتقلبي هتقلبي كده اهو، بصوا، لحد ما الحاجات دي كلها ايه، تدوب مع بعضيها. تمام. والحله اللي هناك دي اللي فيها المعلقه دي بعمل حبه شوربه لسان عصفور. انا بقى كان عندي بابا النهارده، كان عندي ابن سلفتي، كان عندي، بصوا كان عندي كذا حد يعني. بس انا والله سواء عندي حد او ما عنديش حد، انا دي طبيعتي. دي رشه الكزبره بحطها في الحاجه اهو. بصوا بقى، وبعد كده جبت بقى الملوخيه. طبعا الملوخيه انا اخر اكياس يا جماعه، ما عنديش وقت اعمل انا اجيبها واقط، ما عنديش وقت اصلا يعني. اه بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، بس تفضلي بقى تقلبي. بعد كده بقى قمت جايه هناك الشوربه بعد ما اتحمرت، قمت نازله عليها بكوبايتين ميه، وبعد ما تشرب الميه هنزل عليها بالشوربه بتاعتي، علشان لازم الاول تحطيها تستوي بالميه. وهنا جبت معلقه سمنه، وهحط عليها ايه، التوم، وبعد كده هحط عليها الكزبره، هديها تشويحه حلوه اهو. بصوا بوريكم اهو، بحط الكزبره. قلبي قلبي يا ست الكل اهو. بس كده هوب، هنحط على الملوخية. يا سلام على الطشة بقى يا جماعة، كنت بصوت طبعا لما بدي الطشة دي، كانت رهيبة رهيبة الملوخية بجد. اهو كده الملوخية دورك انتهى، هتتركن على جنب. وادي الاكل خلص. شفتوا السرعة دي؟ شفتوا السرعة؟ بصوا اهو، ادي المحشي، ادي الشوربة، دي اللسان عصفور، الملوخية، الورق عنب، البمبار. عايزة اقول لكم سرعة سرعة سرعة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ ساس. متنسيوش اللايك والشير.